بين شهري يونيو ويوليوز من العام 1975 توالت 27 جلسة عمومية لتمكين القضاة 15 لمحكمة العدل الدولية بلاهاي من الإجابة عن هذين السؤالين: هل كانت الصحراء غداة استعمارها من طرف إسبانيا أرضا خلاء؟ وإذا كان الجواب بالنفي، فما هي الروابط القانونية التي كانت تربط المنطقة بالمملكة المغربية والمجموعة الموريتانية؟ في هذا اليوم من شهر أكتوبر من العام 1975 لم يخطر ببال رئيس المحكمة مانفريد لاك والقضاة 14 المكلفين بالملف أنهم أمام أطول قضية عرفها التاريخ المعاصر بشأن تسوية الخلافات على أرض متنازع عليها. إذا كانت الصحراء في التعريف المتداول تعني الفضاء القاحل الذي تغطي الرمال جانبه الأكبر، فإنها في أزمنة غابرة كانت مروجا خضراء. كان نهر درعا خلال 10,000 سنة الأخيرة قبل الميلاد كان بمثابة نهر النيل في مصر، أي الإنسان كان يهاجر لينتقل إلى نهر درعا، وهذا ما جعلنا نجد على طول منطقة درعا سواء الجبال المحيطة بها سواء الأطلس الصغير أو جبل باني مملوءة بالنقوش والرسوم الصخرية التي تحدثنا عن هذه الحياة التي كان يعيشها الإنسان في هذه المنطقة. رغم قلتها فالدراسات الأنثروبولوجية والأركيولوجية تؤكد أن الصحراء من أقدم مناطق شمال إفريقيا إسكانا. مع اقتراب متم الألفية الثالثة قبل الميلاد بدأ الفضاء الأخضر في التراجع ليسمح تدريجيا بظهور المجال الصحراوي في شكله الحالي. النزوح بدأ مع بداية الجفاف واستمر إلى غاية القرن السادس عشر، فإذا انتقال كان موجود، ولكن هناك من سكان الصحراء الذين تأقلموا مع المناخ الجديد وأصبحوا عبارة عن رحال يتنقلون بحثا عن الواحات وعن الماء. كان يجب انتظار دخول الجمل لنعرف استيطانا جديدا للصحراء، خصوصا من طرف شعوب وقبائل بيضاء، يعني بيضاء البشرة، وهي التي ستعمل على اكتساح هذا المجال بفضل الجمل الذي كان يوفر له وسيلة للنقل، وسيلة كذلك لاكتساح المجال وغزو مجالات صحراوية وخصوصا سبل العيش. في بداية الألفية الأولى قبل الميلاد ورغم قساوة المناخ تدفقت على المنطقة أمواج من المهاجرين الذين استقروا بها. الوافدون الجدد هم رحل أمازيغ صنهاجيون اعتنقوا الإسلام في بداية القرن الثامن. عندما أصبح الإسلام جزءا من المنطقة أصبح كذلك منتجا للحضارات، وهكذا لاحظنا منذ القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي أصبحت الضفة الشمالية للصحراء منتجا لعدد من المدن الكبرى كشيجلماسة، كتندلت، كنول لمطة التي تسمى الآن ربما هي موقع أسرير قرب قلميم، تاغاوس التي ستخلف نول لمطة. بعد مرور 200 سنة ظهر الفقيه والعلامة عبد الله بن ياسين، غايته نشر التعليم والإرشاد الديني لدى قبائل صنهاجة. هذه الحركة ستولد منها الدولة المرابطية، وسيمتد حكمها حتى أواسط القرن الثاني عشر على الصحراء وعلى مجال واسع من شبه الجزيرة الإيبيرية من نهر السنغال حتى مدينة سراقسطا الإسبانية. وصول الإسلام أعطى
دينامية جديدا وأعطى بعدا جديدا حضاريا هو الذي نفسر به الأحداث التاريخية، بمعنى أن قيام دولة المرابطين جاءت من أعماق الصحراء، من هذا المجال الصحراوي. وسنلاحظ بأن مع الحركة المرابطية ستتأسس أول دولة على المستوى السياسي مركزي قوية تمتد إلى الأندلس والأطراف المغرب الحالي، وسنجد كذلك تؤسس على المستوى الروحي والديني يعني التوحيد على المستوى المذهبي، وهذا مهم، يعني التوحيد على المستوى المذهبي الديني، أي المذهب المالكي السني منذ المرابطين إلى حد الآن. انتشار الإسلام في القرنين الثامن والتاسع سلك أيضا طرق القوافل التجارية، فكان هؤلاء التجار أول من مد جسور الوصل بين بلاد السودان والشمال الإفريقي. ظلت العلاقات بين الجنوب والشمال، القبائل تنتقل إلى الشمال من الجنوب وقبائل من الشمال إلى الجنوب، وعلاقات بين تجارية من عقفة نهر النيجر إلى الجنوب المغربي إلى الشمال إلى آخره. بطبيعة الحال في العهد المريني استمر نفس الشيء، ولكن الذي استجد أن أهم هجرة بشرية غيرت تاريخ الصحراء الكبرى هي هجرة بني معقل الذين هم عرب هلاليون. تعد هجرة بني هلال وبني سليم من الحجاز من أهم الهجرات نحو الصحراء. تلتها بعد 200 سنة هجرة عرب بني المعقل ذوي الأصول اليمنية. سيكون هناك يعني مزيج وتمازج وتثقف كبير ما بين المجموعات الصنهاجية والمجموعات العربية المعقلية، وهذا التمازج وهذا التثاقف هو الذي سيولد لنا الثقافة البيضانية أو يعني لا كولتور مور. ثقافة مجتمع البيضان تلتحم فيها الخصوصية العرقية والثقافية للعرب والأمازيغ وأفارقة الساحل، ستتعايش وتزداد غنى تؤثر في بعضها البعض لتعطي بنية تراتبية مجتمعية قائمة الذات. لاحقا وقعت هزائز، يعني وقع تدافع بين المجموعات اللي تنتج عنه أن أصبحنا أمام مجتمع فيه نوع من التخصص الوظيفي، في قبائل تحمل السلاح، وفي قبائل تهتم بالعلم والتعليم، وفي قبائل تسمى تابعة أو تمارس المهن، يعني إما مع يعني مع هذا الفصيل الأول اللي هو محارب، أو تحت لواء قبائل الزاوية. زاوية الشيخ محمد المامي ولد الفيلالي هي إحدى الزوايا الكثيرة التي أطل عصرها آنذاك في الصحراء. نتواجد هنا في منطقة جلوى على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدخلة. في هذا المكان يصر أتباع الشيخ على تخليد الطقوس الروحانية لرمزهم. جلوى تمتلك من الجاذبية ما يجعلها قبلة الكثيرين من أبناء المنطقة الباحثين عن الصفاء الروحي. وإذا كان الشيخ المامي ولد الفيلالي قد دفن بالزاوية على بعد بضع كيلومترات من هذا المكان، فإن الكثيرين من أتباعه يرقدون هنا. منذ 3 قرون ومنطقة جلوى تحظى بمقام رفيع كقبلة للعلم والمعرفة في الصحراء. تضم اليوم إحدى آخر المدارس القرآنية للرحل، المحضرة. الشيخ الزمراقي هو أحد حراس هذا الإرث، يلتزم في أداء رسالته باحترام العادات الصحراوية البدوية التي سار عليها أسلافه. المجتمع فعلا مجتمع بدوي، وآثاره الحضارية كانت الرياح والأمطار كفيلين بأن تمحوها، ولكن مع ذلك هنالك بعض الصمود لهذه الآثار. وطبعا لا يوثق عندنا إلا ما هو من زمن العلويين من عند مولاي إسماعيل. محمد عبد الله بن البخاري من الفيلالي رحمه الله يقول في الناظم عنده في اللغة الحسانية يقول فيه: وأحكام مالك مالي أصناديق مغربنا وإحنا خاطرينها. أحكام مالك مالي أصناديق مغربنا،
والشيخ محمد المامي رحمه الله الأرض المغاربي وإلى آخره. معنى كانت الناس كلها إذا نسبت أنفسها فإنما تقول المغربي الباركي النسبي، وإذا تكلمت على علاقة فإنها تتكلم على علاقتها مع المغربي فقط. هذا ما وجدنا في آثاره. يتصفح بين يديه مخطوطات نادرة لكبار الشيوخ الصوفيين ومقالات علمية وفقهية أتى بها الشرفاء قبل حوالي 4 قرون من المدن التاريخية العتيقة في الشمال. Encontramos no muchas, pero familias sherifianas en el sur. Los que conocemos, Sheikh Mohammed Fadel, etcétera, se remontan también al profeta, por esa misma vía que hemos comentado antes. En cuanto a las características, pues son parecidos, solo que los que habitan en ciudades, pues tienen más contacto, digamos, con la civilización, entre comillas. Sin que eso quiera decir que en el desierto no hay civilización. En el desierto existe una madrasa riquísima en contenido, me refiero. Existe una biblioteca magnífica que se trasladan a lomos de camello. Existen en las ciudades de Walata, Chinguetti, etcétera, Guadán, una biblioteca estupenda de libros manuscritos, cuidadosamente, primorosamente realizados. Es decir, el saber está en el sur de forma un poco diferente. الوجهة نحو الشمال على بعد حوالي 100 كيلومتر من مدينة سمارة توجد زاوية سيدي أحمد الرقيبي الملقب بمول الحبشي. رغم البعد الجغرافي عن السلطة المركزية وعن المدن المغربية التاريخية، ظلت الروابط الروحية حاضرة بين الشمال والصحراء. سيدي أحمد الرقيبي الذي كانت ولادته في نهاية القرن السادس عشر ليس سوى سليل سيدي عبد السلام بن مشيش. نجح إلى حد كبير في نشر رسالة طريقة أجداده إذ بلغت أقصى أطراف الصحراء. وكانت هناك مناطق اللي هي محمية قريبة من فاس ومراكش، وكانت هناك مناطق تحمي ذاتها بذاتها، ولكن هذا لا يعني أنها لا ترتبط. أكبر ارتباط كان ما بين المغاربة ككل والمغاربيين ككل، والارتباط الديني. لما كيكون إنسان هنا كيصلي كيقول الله ينصر السلطان ويهدم الوطن، لا علاقة له بسلطان ولا يعرفه، ولكن يسمع بأن هناك سلطان مسلم مؤمن كيحكم واحد الدولة اللي هي كبيرة بالعدل وكذا، كيدعي ليه ولو ما كيعرفوه. رقيبات سلالتهم تنتمي إلى مولاي إدريس. هذه الشجرة معروفة، أصلهم مغاربة محض، ما فيها سياسة ولا فيها نفاق ولا فيها كذب. لأنه من هون عند سيد أحمد الرقيبي من الحبشي إلى سيد أحمد الرقيبي اللي في الخراويع إلى سيد أحمد الرقيبي اللي في الرقيبة، من فم المراكش، من فم إلى مولاي إدريس. Básicamente, estos santos se producen a partir del siglo XII, que es cuando la gran explosión del sufismo llega a Marruecos, entrando por arriba, y aquí aparecen pues los movimientos de las taricas y que son las que crean polos que luego se expanden. Es decir, hay un maestro que enseña a discípulos que a su vez como pequeñas células que se van reproduciendo, ¿no? نموذج يجسده بوضوح الشيخ سيدي أحمد العروسي. سيدي أحمد العروسي الذي ينحدر من الشرفاء الأدارسة حل بمنطقة وادي الذهب سنوات قبل وصول سيدي أحمد الرقيبي إليها. شخصيته الورعة أكسبته احترام الجميع. سيدي أحمد الرقيبي أو العروسي أو الأولاد السبع السبع أو توباث أو فلالة وغيرها من الأشراف الموجودين اليوم في الصحراء، هذو كانوا امتداد في الحقيقة للأشراف اللي موجودين في الشمال، يعني إما انتساب للشرفاء الأدارسة أو للعلويين. هذو أساس النسبين الأساسيين
في الأقاليم الصحراوية. وهذا معروف أن أيضا من الأشياء اللي يعني تحضر بها الدولة المغربية في المناطق النائية هو يعني هذا الجانب الروحي. No se puede entender en el mundo magrebí la política fuera de la religión, porque como es muy bien sabido, el Islam es una forma de vida además de una religión. الرقبات ما يوجد فيهم رقاش يقرأ القرآن ولا يعرف العلم إلا وقاريه في الداخل وقاريه. أنا والدي رحمة الله علينا عليه من الناس المتخرجة من جامعة القرويين عام 1892 ولا هو وحده كثير من الناس. ظلت الطرقات المؤدية إلى الشمال مرتبطة بالنسبة للقبائل الصحراوية باكتساب العلم، لكنها أيضا ملجأ للعيش وملاذ للاحتماء خلال فترات الجفاف والمجاعة والحروب. توالت السنوات ومرت قرون ولم يثبت قط أن ذلك التثاقف بل الانصهار بين قبائل الشمال وقبائل الجنوب قد تراجع أو توقف. هذا الامتداد العميق يتضح إلى يومنا هذا في كل المناطق المغربية، كما هو الحال هنا في بن قرير بالحوز بدوار رقيبات. كلهم صحراوي، كلهم قال لي قال مو صحراوي يقول لك أنا ماني صحراوي، كلهم مسلم بالحق جو بكري أيام السيبة جونا. هذا هو التاريخ ديالنا. بونا صحراوي حقيقي ما فيها حتى شي حاجه، وجاب 3 الخواتات وجوج خوت، جا غا على ظهرو رافدهم غا على ظهرو من الصحراء رافدهم على ظهرو، وتم جا يكحز 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 الى هنا هذا التراب وقعد فيه. جا هاربه الجفاف ما كان ريحه الزرع ما هو خالق والدقيق ما هو خالق. أنا عندي طرف من قبيلتي اللي هي قبيلة صغيرة يوجد في محل يسمى الحصير، يعني يبعد عن مراكش تقريبا ب40 كيلومتر، والطرف منها في الساحل الأحمر في أمالة الساوية، والطرف منها في زمور الخميسات، وهذا ينطبق على جميع القبائل بدون استثناء. الإنسان يعني يفقد بعض مثلا الإمكانيات فيتجه نحو الجهة التي يرى فيها يعني علاقات وأصل وعلاقات يعني اجتماعية وروحية وسياسية إلى غير ذلك. ولذلك هو لما يعود يرحل إلى الحوز يعرف أين ذاهب، ماشي لا مشى مثلا القرارة أو كولوم بشار أو مشى القبائل يعني المرازيق في جنوب تونس، قبائل الصحراوية اللي استقرت في الحوز كلها طلعت مع السعديين، أولاد مطاع، ذو بلال، أولاد السباع، أولاد دليم، يعني الشبانات وغيرها كلها عمرت الحوز سواء شمال مراكش أو جنوبه بفضل هذا الصعود مع قوة الدولة. وهي القبائل أيضا، وهذا نسيناه ربما، هو القبائل اللي كانت تواجه المد الإيبيري والجهاد. إذن هذا هو سبب وجود أيضا من أسباب وجود القبائل أيضا الصحراوية في شمال المغرب، هو أيضا الجهاد في السواحل سواء بين يعني الصويرة ومزاقان أو حتى ناحية الغرب. انطلاقا من القرن ال15 بدأت تثير الطرق التجارية الصحراوية وسواحلها الأطلسية شهية الأوروبيين. في العام 1476 احتلت إسبانيا جزر الكناري، فتعاظمت أطماعها الاستعمارية لغزو المغرب. الحدث البارز هو غادي يشكل لنا العقدة أو النقطة ديال البداية ديال مشكل الصحراء المغربية بالضبط في سنة 1478. في هذه السنة ناض الملك الإسباني وصيفط واحد البعثة إسبانية عسكرية لدراسة إمكانية التوغل في الجنوب المغربي. هذا الحدث كيأرخ الوصول واحد المبعوث صيفطو الملك الإسباني يدعى غارسيا دي هيريرا. دخل بالليل
تقريبا مع 12 ديال الليل لسواحل الصحراء المغربيه. بنى واحد الكوخ خشبي وسماه حصن سانتا كروز دي ماربيكينيا. L'essentiel, c'est ce qui s'est passé en Europe en tant que mouvement expansionniste sur le plan économique à travers les océans, la découverte de l'Amérique, etc., qui a nécessité, bien sûr, de la part des Ibériques, qui étaient les plus agressifs, bien avant la France et la Hollande, de pouvoir effectivement chercher des territoires et des marchés nouveaux. Et c'est ce qu'ils ont fait en arrivant à la côte atlantique. Ils se sont arrêtés à différents endroits, pas seulement Santa Cruz de Marpaqueña, ils se sont arrêtés notamment à Safi, notamment à Tanger, notamment plus loin sur la côte africaine, je dirais atlantique. في عام 1524 هاجم الشرفاء السعديين وقبائل الصحراء المغربية هذا الكوخ وخربوه وأحرقوه وطمسوا معالمه، أي اجتثوه من جذوره، فلم تبقى له لا معلمة ولا أي أثر إلى حدود يومنا هذا. القبائل الصحراوية ما كان عنده فرق حقيقة مع القبائل المغربية، كانت كاملة مغاربة. حقيقة أنها كانت ضد الاستعمار، ضد النصارى، ولا يمكن لنصراني قد يدخل الشواطئ، هذه الشواطئ الصحراوية ما هو بأمر من أمير المؤمنين. إذا جاء أمر من عند الملك يخلوه إلى ما جاء أمر يقوموا إليه، حقيقة يقوموا يجاهدوا. بعد مرور 4 قرون أشعلت إسبانيا شرارة حرب تطوان. انهزام الجيش المغربي منحها الفرصة لإملاء كافة شروطها. في عام 1860 أصبحت إسبانيا مزهوة بانتصار مقرون بالمساعدة البريطانية والفرنسية. هنا استيقظ الحلم الاستعماري الإسباني اللي كان في عام 1478 استيقظ في عام 1860. فرضت على المغرب معاهدة السلم وفرضت عليه يخلص غرامة مالية 100 مليون من الفرنكات آنذاك، وطلبت من السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن باش يعطيها أو يتنازل على قطعة أرض في الجنوب المغربي لبناء الحصن. فات لجنة مغربية وإسبانية إلى جذور سانتا كروز، ولكن لم يوفقوا لمكانه وعادوا. ولما وجدت إسبانيا منطقة تيفني اختارتها وقالت أنا هي سانتا كروز دي ماربيكان، هي الحقيقة ما هي. في عام 1873 عندما اعتلى العرش مولاي الحسن الأول وجد أمامه ملفات ضخمة وضخمة جدا. الوجود الفرنسي بلاله مغنية، المعاهدة ديال التجارية ما بين المغرب وبريطانيا ديال 1856، البقايا ديال الديون ديال المترتبة على حرب تطوان، ثم مشكل آخر اللي غادي يظهر كبير، مشكل ديال الحماية القنصلية، ثم مشكل آخر ديال تضاعف بل تهافت الأجانب على استكشاف سواحل المغرب الجنوبية. ثم استفقت إسبانيا على زوبعة بل على حدث جديد، وهو في سنة 1878 عندما أرسلت بريطانيا بعثة، بل ساعدت هذه البعثة بالمال وبالخبراء لاستكشاف سواحل المغرب الجنوبية في شخص التاجر دونالد ماكنزي. هذا المستكشف المغامر ذو الأصل الأسكتلندي رسى على الشواطئ المغربية في الجنوب.
كان ينوي إنشاء مركز تجاري على مقرب من رأس جويبي بطرفايا الحالية، لكن الغاية المضمرة هي السيطرة على قسط وفير من تجارة القوافل. قالوا رجال الدين عن هذا ما هو بأمر السلطان، عن خصنا نقوموا ضد هذو الناس. اتفق الجماعة عنها تحرق الأكواخ، هذوك الأكواخ، وتطوع رجلان هما محمد ولد السي بالخير وابراهيم ولد ابو بكر دون بيركات، يزرقيين هذو كانوا يزرقيين، هي الحقيقه الجماعه اللي يزرقيين، واللي كان متريصها بعد اللي نادبهم لذا عبد الله ولد علي بيبه حقيقه، لانه عقب داروا السلطان قايد اعطاه ظاهره اعطاه قايد، حقيقه قاموا حرقوا ذوك الاكواخ. هذه المقاومة لن تصد أطماع المغامر البريطاني. دونالد ماكنزي سيعيد الكرة وسيناور ويقيم مركزه التجاري لاكاسامار. هذا المركز ما يزال مثيلا حتى اليوم بسواحل طرفايا. فاش جاو الانجليز واختاروا الموقع، كانت كاين واحد الجزيره صخريه واختاروا الجزء الجنوبي من هذه الجزيره لاغراض معروفه، لانه فاش كيجيو البواخر كان كيجيو من هذا الجانب يعني الجنوبي، وكانوا كيوقفوا مباشره يعني امام لاكازامار. واللي كان في هذيك المرحله هو ان البحر يعني كانت المدينه بعيد جدا عن كاسامار، لدرجه انهم كانوا كيستعملوا واحد القوارب صغيورين باركوات صغار باش ياسيريو لا نافيت ما بين المدينه ولا كازامار. الاختيار ديالها والوضع ديالها وسط يعني المحيط هو انه لغايات امنيه صرفا. إسبانيا التي كانت تدرك كنه النوايا البريطانية استبقت الأمور، بل وتمادت وتوجهت نحو الشواطئ الجنوبية، حيث أصدرت في العام 1884 ما أسمته الحماية على ريو دي أورو. بعدها ب3 سنوات بسطت سيطرتها على الساقية الحمراء. الإسبانيين بقاو في الذاكرة ديالهم الوجود العربي 711 سنة، ما بغاش يتمحى لهم الذاكرة ديالهم. ملي دخلوا هما وبناو هذا المركز ديال فيلا سيسنوروس، سماوه باسم ديال واحد الراهب اللي كانت عيناته الملكه الاسبانيه ايزابيلا، وطلبات منه باش يتعقب المسلمين اللي جراو عليهم الاندلس وجاوا الشمال المغرب، سماتهم المرتدين الخارجين عن الدين المسيحي. بعد ظهر أنظمة العالم ديالهم، جميع القبائل اللي هي موجودة في ذيك المنطقة آنذاك اللي موجودة في النواحي، هي الناس اللي جمعوا عليهم فيهم أولاد دريم، فيهم ركيبات، فيهم تلاميذ الشيخ معين، بعض أولاد الشيخ معين اللي كانوا موجودين في ذيك المنطقة، ولقاو القبض على الإسبانيين وسلموا للشيخ معين في السمارة، واتصل مولاي حسن الأول رحمه الله وسلموا له. وعيا منه بالخطر المزدوج لقوتين محتلتين للسواحل الجنوبية، بادر السلطان مولاي الحسن الأول إلى رحلة ستقوده إلى تيزنيت في مرحلة أولى. هناك سيلتقي زعماء وشيوخ القبائل الصحراوية ويثير انتباههم إلى حجم الخطر الأوروبي. La mitad del siglo XIX es una etapa muy importante en la historia del imperio sherifiano, sobre todo con la llegada al poder de Muley Hassan I, que va a iniciar un proceso de ordenar el territorio y imponer, o no imponer, sino impulsar unas políticas de ordenación de tribus y de intentar ligar el sus el Aqsa, el sus extremo al Maghreb.
Hassan I se conoce como que gran parte de su reinado lo pasó a lomos de su caballo intentando liderar este proceso y tratar directamente con los representantes de las diferentes tribus del sur. هو أحد كبار ممثلي سلاطين المغرب في الجنوب. ولد تحت سماء الحوض الموريتاني قرب مدينة ولاتة. هنا من داخل هذه الزاوية ذات القيمة الرمزية الكبيرة والتي بنيت بطلب من السلطان في قلب سمارة، دشن دعوته إلى الجهاد ضد المحتلين الغزاة. كانت المراسلات بين الشيخ ماء العينين والسلاطين العلويين معتادة، جزء كبير منها ما يزال شاهدا على ذلك. الشيخ ماء العينين جاء 1865 وجد الشيخ سيدي أحمد الرقيبي ولي مدفون ذيك الساعة، وجد الشيخ سيدي أحمد العروسي ولي ومدفون ذيك الساعة، لأن الشيخ سيدي أحمد الرقيبي له 600 سنة متوفى. الشيخ سيدي أحمد العروسي سابقه ب 75 سنة متوفي. أولياء الشيخ ماء العين ما زاد هذا النطاق إلا خرج. منذ صغره بدت صفات الشيخ ماء العينين متأثرة بالعلوم الشرعية والدينية، وهو ما استمده أيضا من والده، سرعان ما قاد حركة إصلاحية جهادية جمعت كل القبائل الصحراوية. Lorsque arrive un zawi qui plaide la cause jihadienne, il va de soi qu'il va trouver un écho positif chez les tribus. Donc, celui qui porte le djihad, ce sont d'abord les tribus. Parce que c'est un objectif considéré comme étant noble en soi, et aussi c'est une nécessité absolue. Donc, effectivement, arrive Malaïni, et donc il s'est aligné la cause des tribus, ce qui lui a permis d'avoir une assise auprès de ces tribus. Et ils ont porté les armes en vue de chasser effectivement la présence française et espagnole. الشيخ ماء العينين قال بأن الاستعمار نازلة كبرى، وأن بلاد الإسلام ينبغي أن تدافع عن البلاد، وأن الخضوع للاستعمار لا سيما في ظل وجود سلطان له هيبة وبيعة ومكانة لدى مسلمي المنطقة ينبغي أن لا يتم ذلك. إذن قاد هذا المشروع، وبالتالي هو مشروع منخرط في تقليد إسلامي يستند إلى سلطنة مركزية في هذا الجزء من بلاد المغرب الإسلامي. وقد كان إذن الشيخ ماء العينين يجسد التقليد العلمي الصحراوي العريق المتأسس على الروافد الثقافية المغربية الذي تراكم منذ 7 قرون أو 8 قرون. عرف بأن فرنسا وصلت بين المقرين هذا بين معاه 220 كيلومتر من اندر من السنغال. الغرض عندها هي محاربة أولا، لأن هذه الجهة الشرقية المحارب فيها اللي هو رقم 1 هو قبيلة الرقيبان. جهة الجنوبية الساحلية أول قبيلة فيها كذلك هم أولاد دلين. هذه الشواطئ فيها هيئة الحسن، فيها الزركيين، فيها العرسيين، فيها أولاد دلين، فيها الجهة الشرقية من الشمالية الشرقية فيها قبيلة توس. لم يتأخر السلطان مولاي الحسن ليعين هذا الزعيم الروحي بظهير ممثلا رسميا له في الصحراء. السلطان مولاي الحسن الأول يقوم بزيارة أخرى إلى سوس في سنة 1886 لتأكيد سيادته للبريطانيين وللإسبانيين على هذه المنطقة. وصل حتى لواد نون واجتمع بشيوخ القبائل، جددوا ليه البيعة وأعطاه ما ترتب عليه من ضريبة من أعشار وزكاة، وأقسموا أمامه. جاء وفد بني زرقيين وعين منهم قائد هو عبد الله ولد علي بيبه، وقاضي هو ابراهيم ولد مبارك، عينهم منهم وقال لهم عنكم الانجليز راهم ما هم جايين كتجار، هم جايين يدوروا يحتلوا ارضكم، ولذلك خاصكم تقاوموهم. ظل الاتصال مستمرا بين ممثلي مختلف القبائل الصحراوية والسلطة المركزية، ودعوة للقاء بقلميم التي كانت آنذاك مركزا تجاريا كبيرا بالمنطقة.
داخل هذه القصبة التي تعود لأحد ممثلي قبائل ودنون القايد دحمان ولد بيروك سيستقبلهم المولى الحسن الأول. هذا هو المحل اللي كان فيه مولاي الحسن الأول اللي جاء، لأن مولاي الحسن الأول جانا 2 المرات، واحد المرة فوت 15 يوم مولاي الحسن الأول وعاود رجع وفوت أشهر باش يتفكر أحوال الرعية في الصحراء، لأنه كيف قلت لك القائد دحمان هو اللي كان عنده جيش، وكان هو اللي كتجيه المعلومات من الصحراء يتلقى المعلومات. ¿Cómo se analiza el poder político del sultán en esta época? Porque no podemos decir que existiese una autoridad central o un poder en el sentido contemporáneo, sino cuál es el tipo de poder. Y el Mohamed Tosi lo ha estudiado de manera muy brillante, un poder a través de la información. El sultán controla directamente todo lo que está pasando en el territorio, es informado. Son unas redes de información fantásticas las que posee y continuamente él sabe lo que está pasando en estos territorios, aconsejando lo que se debe hacer, y hay una relación directa entre sus representantes o delegados, podríamos llamar, en el territorio y él. الشيء راه جاي من الصويرة في هذاك العهد، هذا الغطاء القدام هذا اللي لك على أن هذه الحضارة اللي موجودة في الصحراء امتداد ديال الحضارة اللي كاينة في هذه المدن المغربية، ما كاينش فرق، لأنها لو كانت مثلا كاين فرق كيبان لك على أن هنا ماشي بحال هذا مثلا تشوفين في فاس، تشوفين في مراكش، تشوفين هذا دليل على أن كاين ارتباط قوي ماشي من دابا، يرجع كيف قلت لك ل 300 سنة، ماشي شي حاجة اللي هي. هذه الظروف توفى مولاي الحسن وعاده بلوم مولاي عبد العزيز ابنه، وجاءت حامية عسكرية من جيش مولاي عبد العزيز، وعينوا 3 قياد من يزرقيين. إبراهيم ولد مبارك اللي كان قاضي عينوه قائد، ومحمد ولد البلال وسليمان ولد بوجمع ولد الجيلاني هذو قياد، وبابا أحمد ولد سيدي يوسف أمين على الجميع كامل، ومبارك ولد سيدي صالح المجاطي قاضي، وعين قاضي هو اللي عاد بلد إبراهيم ولد مبارك هو اللي عاد قاضي. باعتزاز وإلى اليوم ما تزال الأسر داخل القبائل الصحراوية تحتفظ بظهائر تعيين القواد والقضاة والمراسلات مع السلاطين الذين كان لهم ممثلون في كل المناطق حتى القصية منها. إبراهيم ولد مبارك باصدقاء ديالهم اللي كانوا ولاد عمو، كاين محمد البلال وكاين سليمان ولد بوجمعه، كان تم تعيينهم قياد في المنطقه بحكم انهم هما القبيله اللي متواجده هنا بطبيعه الحال مع القبائل الاخرى، مع الشيخ، مع العليل، مع عيد الحسان، مع الفيتات، مع المجاط، مع الميار، هذو كاع قبائل كانوا متواجده في الساحل خاصه في المنطقه ديال الطرفات. خالقين روابط وظواهر عند زرقيين وظواهر عند توبالت وظواهر عندنا هنا، هذو مجاط عندنا، ها ظاهر راهم فيه المسائل كاملات اللي كانت تربط القبيله باسم القبيله معها والملوك، وكانوا فيهم الناس اللي هما رؤوس القبيله مذكورين فيها يقولوا له القايد السي صالح، ويقولوا له القايد عثمان المجاطي، ويقولوا له هذو كانوا مذكورين، هذا واحد منهم كانوا يرسموا الملوك، كانوا يهدوا لهم، يمشي من هون وفد معانا
ويهدوا لهم يقولوا لهم المعايزات تزرق، المعايزات تزرق، يديهم وفد من القبيلة للملوك في الشمال، هدية يهدوهم. Un problema de manuscritos, existen manuscritos evidentemente, lo que pasa es que están bastante dispersos y el problema para los investigadores es precisamente la dispersión de estos manuscritos que están en posesión de las familias, son colecciones privadas y tienes que contar primero con el permiso y que estén de acuerdo con la investigación, pero existen manuscritos, existen las relaciones, existen libros de contabilidad y existe hay tres ejes fundamentales de investigación para el siglo XIX, que son tres casas, entre comillas, importantes que mantienen una relación más directa con el poder central, que sería, por un lado está la familia de Sheikh Melaynin, por otro lado está también Sheikh Beirut y por otro lado también está la Maison de Ilir. Son las tres grandes familias que con el sur son, como podríamos decir, el lazo de unión con el Maghzen. مع بداية فترة حكم السلطان مولاي عبد العزيز في سنة 1894 أول عمل يسجل في صحيفة هذا السلطان الشاب آنذاك وهو استخلاص ساحل طرفايا من يد الإنجليز في سنة 1895 ملي وقع المغرب واحد المعاهدة مع النقالزة. انسحب البريطانيون والتزم دونالد ماكنزي بقبول التنازل عن مركزه التجاري لاكاسامار مقابل مبلغ 50,000 ليرة. من بنود هذه المعاهدة التي أبرمت بين المغرب وبريطانيا في العام 1895 عدم مساس أي قوة بالأراضي الممتدة من واد درعا إلى رأس بوجادور لأنها أراضي مغربية. مولاي عبد العزيز صيفط واحد الوفد مخزاني برئاسة الابن العم ديالو مولاي إدريس. وقع لقاء في السمارة عند الشيخ ملعيني وحضر له حاج بن الملك بن عيش ولد عم الملك مولاي إدريس رحمهم الله بجوج، وجابوا 5000 قطعة من السلاح ومشاو كيهاجموا المراكز ديال فرنسا فين؟ في تيجيكجا، في أكجوشت، في تيشيت، في ولاتا، في تاغانت، في الحوض، في أضرار، في شنقيط. وقع حرب طاحنة لا يمكن الخوض فيها وطاحنة جدا شاركت فيها جميع القبائل بدون استثناء، وطبعا كان حاضر فيها ولد عم الملك والسلاح جا من عند الملك. الفرنسيين يعني التائرة ديالهم بهذه الهجومات وهي اللي غادي تعطينا السبب المباشر لاحتلال الدار البيضاء واحتلال وجدة. في العام 1907 قامت فرنسا بإنزال جيوشها في الشمال. وفي الجنوب تستمر مقاومة الشيخ ماء العينين مدعوما من السلطان في وجه الاحتلال الإسباني. العارف بالله والدال عليه العلامة الجامع السيد ماء العينين أيدك الله والسلام عليك. وبعد من احتمى بكم يقول له فقد احتمى بنا. الشيخ ماء العينين جاء هذا الكتاب وهو يناهز 80. فرنسا تطالبه بالمفاهمة معها، إسبانيا تطالبه بالمفاهمة معه، هو لم يقع مع مفاهمة مع إسبانيا ولا مع فرنسا، والسبب هو يقول لهم أنه هو مبايع للسلاطين العلويين وعنه تحت الأمر، أمر ما جاء من عند الملوك العلويين أنه هو ما يقدر ينفذه ولا عنده فيه تدخل. فرنسا باختصار دخلت للساحة في عام 1998 دخلت احتلت بلاد أضرار وعرفت على أن الخطر يكمن في قبائل الصحراء. لقد ضربت إسبانيا وفرنسا الحصار على كل الأرجاء وتزايدت متاعب السلطان مولاي عبد الحفيظ. أما في الجنوب فصمود المقاومة ظل موقدا. الذي قالوا القويشيش هو
أول معركة خلقت بين الرقيبات وفرنسا سنة 1902 وصنقة تويدرارت سنة 1902 صنقة اكجوجت 1903 صنقة المطرح في الحوض 1903 صنقة أم التونسي 1904 صنقة الأبيار البيض 1906 صنقة حميم 1906 صنقة الحفرة الأولى 1907 صنقة ودان الحوض 1908 صنقة الكيدرية 1909 صنقة القلايب 1910. دعم الأسلحة وما يحتاج به المجاهدين من الماكول ومن الملبس ومن الغرطاس هذا كامل كان يجي من الداخل. ما هون معمل يعدلوا منه ذا ولا هون مصنع ديال الأسلحة هذا كان يجي من الداخل. وفي ذاك التاريخ حسب اللي يقولوا كان السلاح ينباع في الأسواق في مراكش في قدير في قليميم هذا ينباع علنيا والناس يشتروا الأسلحة وكان تجيهم المجاهدين في المغرب مرتبط الجنوب بالشمال. Et lorsque Mal'Ainin est décédé, son fils est passé à la vitesse supérieure. Il a revendiqué la notion de pouvoir théocratique et il a fait en sorte qu'il porte le djihad, son point culminant, en allant chercher à segmenter l'espace d'abord saharien et nord-saharien atlantique, notamment en allant à Marrakech. Et à Marrakech, il va effectivement prendre Marrakech et s'installer à Marrakech jusqu'à ce que l'alliance entre les grands pouvoirs français finisse par le chasser. Ça a duré très peu de temps, à peu près un mois, mais bon, c'était largement significatif de la notion de djihad tribal tel qu'on pouvait l'analyser, le conceptualiser tout au long du 19e siècle et avant le 19e siècle et dire voilà comment la notion d'État pouvait être définie et conçue jusqu'alors. في العام 1913 قصفت قوات الاحتلال الفرنسي مدينة السمارة ودمرت جانبا من زاوية الشيخ ماء العينين، فيما لجأ ابنه أحمد الهيبة إلى الأطلس الصغير للاحتماء في أعالي قرية كردوس قرب تيزنيت. من هناك سيواصل المقاومة ضد الفرنسيين الذين فرضوا في الأثناء معاهدة فاس في 30 مارس من العام 1912. التزم السلطان مولاي عبد الحفيظ بعدم عقد أي تحالف مع أي كان وبعدم اللجوء إلى أي قوة بغرض الاقتراض. في المقابل ستخضع سلطات الحكومة الفرنسية بالمغرب لمقيمها العام. في هذا الخضم ستسيطر إسبانيا على منطقتي الريف وسيدي إفني. وبعد توقيع عقد الحماية أرسل السلطان المولى عبد الحفيظ رسالة إلى الشيخ أحمد الهيبة يطلب منه أن يتزعم الجهاد ويبين له في هذه الرسالة أن الحماية فرضت عليه وأنه وقع عقد الحماية مرغما. في العام 1927 سيخلف السلطان سيدي محمد السلطان مولاي يوسف، السلطان الشاب الذي قوبل باستخفاف من قبل فرنسا يصر على المقاومة رغم صغر سنه وانتفاء التجربة لديه، فهو يعول كثيرا على ولاء وإخلاص القبائل الصحراوية في الجنوب. الشيخ مربيه ربه ظل يقاوم هنا انطلاقا من هذه القلعة كردوس إلى سنة 1934. ويجب أن نتذكر أن هذه السنة تعد سنة مهمة جدا، لأن هي السنة التي تمكنت فيها فرنسا من بسط سيطرتها على هذه المناطق، وهي كانت قد بدأت احتلالها المغرب منذ سنة 1907 لكنها لم تستطع الدخول إلى هذه المناطق بسبب شدة المقاومة إلى هذه السنة سنة 1934. وهذا ما يؤكده الشيخ مربيه ربه في يوميات خروجه من كردوس، يقول أما بعد فقد خرجنا من كردوس بعد ثلثين مضيا من ليلة الأحد من سنة 1352 وما خرجنا حتى أحاطت من الجنود الفرنسوية من كل مكان بالمدافع والطيارات واحتلوا القبائل.
في العام 1934 نجحت فرنسا في بسط سيطرتها على الأطلس الكبير وعلى واد درعا والواحات الجنوبية. كردوس تتعرض للقصف والتدمير، وقبائل أيت بعمران محاصرة. واليوم تغلي كردوس الرمز، كردوس المقاومة، وهي مثخنة بعنف وقساوة المعارك واللا تكافؤ في الإمكانات. المقاومة ستكلف ساكنتها عناء كثيرا، فهم في مواجهة استعراض للقوة. الجيش الفرنسي يؤرخ لهذه المعارك بالصور، ويؤرخ أيضا لهؤلاء المقاومين المهزومين المكبلين في إذلال واحتقار لا يقل وقعه عن الشعور بمغرب أضحى مقسما محتلا. اتفاق بين اسبانيا وفرنسا قسموا الارض اللي ما كانتش مقسمه. هذا التقسيم كله تقسيم استعماري، وهذا فرنسا من هذا الشمال عند الجنوب تندوف، هذا كله تقسيم استعماري. لا المغرب غايب عنه والسكان غايبين عنه طبعا. فرنسا الموجودة فوق التراب الموريتاني استولت على تندوف وحاصرت من تبقى من المقاومين الصحراويين. أما إسبانيا فقد اكتفت بمراقبة ما كان من نصيبها من الأراضي انطلاقا من سيدي إفني، وجندت محاربين ضمن الرحل. C'est donc la pression française qui a obligé un peu l'armée espagnole à commencer un petit débarquement d'une petite avionnette du colonel Capaz, qui atterrit a commencé à partir de 1904 la présence militaire et coloniale dans l'époque. لأول مرة منذ العام 1884 تجرأت إسبانيا على التغلغل في عمق الأراضي الصحراوية، وهي التي ظل وجودها حتى الآن محصورا في السواحل. كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا، كانت الإمكانات والوسائل غير متكافئة. مدريد انتقلت تبحث لمستعمراتها عن وضع قانوني وإداري خاص. El territorio del Sáhara queda dividido en dos jurisdicciones distintas. Por una parte está la zona sur del protectorado, con la zona norte del Rif, la zona sur que corresponde a la zona de Tarfaya y Tantán, y por otra parte está la parte Saqueterjambre Río de Oro, que es una colonia. Entonces, aunque son dos administraciones jurídicas diferentes, pero son los mismos militares, y hay una gran también confusión entre ellos porque tienen el mismo mando, pero en realidad son diferentes. Y con respecto a las fronteras trazadas por el colonialismo, hay una ruptura total, hay un desencuentro y hay una gran diferencia en cuanto al desarrollo político o la continuidad de ambos territorios. Les Espagnols avaient une puissance nettement plus faible que la puissance française. Le Sahara pour eux est un espace de transition. Ils n'ont jamais cru réellement à leur présence au Sahara. Ils ont toujours su qu'ils étaient là provisoirement. Ils ont adopté une politique qui consiste à ne jamais investir au Sahara, à ne jamais promouvoir un lien structurel type avec la péninsule. Ils ont toujours plaidé pour une politique de l'exploitation facile. La richesse naturelle, le poisson surtout, jusqu'à ce qu'apparaît le phosphate. Et là, les choses vont commencer à changer progressivement. أصبح المغرب ساحة للمزايدات بين قوتين محتلتين لا تتوانيان عن المخاطرة أحيانا وعن توظيف أساليب المراوغة والمكر أحيانا أخرى. بمجرد مع علم الصحراويين بالظاهر البربري الفرنسي حتى قامت مظاهرات في الخيام والمداشر الصحراوية. في سنة 1942
جاء أحد أبناء الشيخ ماء العينين عند السلطان محمد الخامس وجدد بيعته وبيعة القبائل الصحراوية كلها رغم أنف الإسبانيين والفرنسيين. قال قبضة محمد الخامس طبعا 53 بدأت الناس تتحرك هنا. اسبانيا عطاتها تطمينات عن هي ما معترفتش بن عرفه متشبث محمد الخامس. بعثوا لنا المغربي رحمه الله جينار اللي هو مزيان ديك الساعه عنده نفس الرتبه اللي عند فرانكو. عينوه هو اللي جانا باش يطمئن. قال محمد اسبانيا مع المغرب مع محمد الخامس راه ما معترفش بن عرفه الان راه تساعدكم على المقاومه اللي بغى يتقل العيون بغى يتقل الفنيه راه تساعدنا فانت ما تساعدنا. L'Espagne était gouvernée par Francisco Franco qui était bien sûr l'allié de Hitler et de Mussolini. Par conséquent, après la Deuxième Guerre mondiale, elle a maintenu sa politique qui était opposée à la présence française au Maroc. Tout ce qui est de nature à affaiblir la position, la présence française au Maroc, lui, il plaidait pour, quitte à faire alliance avec l'armée de libération du Nord. في كل الأرجاء انتظمت المقاومة في وجه الاستعمار، فيما دفعت مضايقات ومطاردات الفرنسيين لثلة من الوطنيين المغاربة دفعت بهم إلى الفرار نحو سيدي إفني التي كان أكثر من نصف سكانها آنذاك إسبان. أنا من جملة الناس اللي مشات لفني في 54 وكنت مع إطار ديال المقاومة اللي داير ارتباط بالدار البيضاء اللي تيزودوا بالوسائل الممكنة ديك الساعات الأسلحة ديال الإمكانيات المادية وفي نفس الوقت تستقبل اللاجئين اللي هربوا من متابعة الجيش الفرنسي. في الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش تم قمع التظاهرات المناوئة للاحتلال بشراسة بذريعة حثه على المقاومة. طالبت فرنسا السلطان محمد بن يوسف بالتنازل عن العرش لكنه رفض، فكان أن نفي رفقة الأسرة الملكية إلى كورسيكا ومنها إلى مدغشقر ليعين محمد بن عرفة مكانه، وهو ما أثار حفيظة الشعب. عند من نتفهم محمد الخامس الناس ما تلاو يضحوا العلايات ما تلاو يلبسوا اللباس الفاخر ولا تلا مثلا شيء مثلا من حالة التزيين ما تلاو الناس يدوروها لأنها إلى منين طالبوا الناس العشر شي نقولوا له احنا العشر وهو مثلا ضريبة يقبضوها النصارى منعوها الناس ما يمكننا نعطوها إلا بأمر من الملك. قال له الملك منفي قال محد ملك ومنفي ما يعطي شيء ما يعطي. ملي رجع محمد الخامس صبح انعكاس اللي كان عنده في الدار البيضاء ديال الحماس كاين في فني كاين في العيون كاين في تندوف كاين في هذه الفتره هذه كلها والناس طالبين يلتحقوا بالمغرب. في هذا اليوم الملك محمد الخامس يلتقي الجنرال فرانكو للتوقيع في مدريد على اتفاق يضع حدا لسلطة إسبانيا على شمال المغرب. في العام نفسه عادت طنجة إلى السيادة المغربية. À partir d'une indépendance donnée à la force que l'Espagne s'est attachée au territoire du sud, Ifni, Tarfaya et Sahara, avec une volonté de ne pas céder ces régions. بعيد عودته من المنفى سيتوجه الملك محمد الخامس إلى الصحراء، سيلقي خطابا من محاميد الغزلان سيعيد فيه التأكيد على النضال من أجل استكمال الوحدة. شو ناس يجد البيعة وقال لي قاعد شوهما هنا في نواحي السمارة بين السمارة والجيون. أنا كنت أصغر واحد في الوفد. المسائل كانت عادية، كانت الرأي المغربي طالع في قدم الصحراء كاملة مع محمد الخامس، مكاتب حدود الاستقلال مفتوحة في جميع مناطق الصحراء، يعني الأمور عادية جدا. محمد الخامس أعطانا تعليمات ونصائح أن نكون مع إسبانيا بخير حتى يجي الوفود اللي
تسلم الأرض. لكن مع بداية ستينيات القرن الماضي وبدل أن تتهيأ لمغادرة الصحراء، بدت إسبانيا أكثر إصرارا على ترسيخ وجودها. وطبعا كان اكتشاف مناجم الفوسفات في بقرع وراء هذا التحول. La carte dessinée par l'Elfasi, qui est très bien connue, incorporait tous les Sahara occidental, aussi la Mauritanie et tout ça. Mais les petits empires coloniaux espagnols avaient une certaine signification pour le franquisme. Vous savez, Franco aimait s'entourer d'une escorte de morts, habillé avec une longue cape, le turban, comme le chef d'un empire colonial. Naturellement, Franco ne voulait pas partir de ces colonies au nord du Maroc, à Ifni, Sahara, Tarfaya et tout ça. Et il a eu une certaine résistance, naturellement. إسبانيا تبقي بالقوة على تعلقها بما تبقى من أحلامها وأطماعها التوسعية الكبيرة، فيما بدأت عمليات جيش التحرير بالجنوب تنتظم. جاتني استدعاء ديك الساعة، قالوا لازم نتلاقاو بالدار ديال الخطيب، دار الخطيب في الرباط ديك الساعة مع اخوان ديالنا المقاومة. هنا قالوا راه حنا جاتنا تعليمات من عند سيدنا خصنا نمشيو للجنوب الصحراء. الحملات مسلحة وبالخصوص بدات في 56 في جوان 56 في هذه المناطق، في منطقة اسمها مناشار، منطقة اسمها مركلة، منطقة اسمها الزمول، السويحات، النواحي كلها دايرة بتندف. من سيدي إفني بدأت إرهاصات تحركات قيادة جيش التحرير بالجنوب، فتحت منفذا يطل على البحر بغرض نقل الأسلحة واستقبال المقاتلين من جيش التحرير في الشمال والمتطوعين من الصحراويين الذين لم يتوانوا عن دعم صفوف المقاومة الصحراوية. المرحلة الثامنة تكونت في نكجير هم الشرق الداخل هذه 180 كيلو من هون وضع 190، وتلاحق علمت به الناس وتلاحق عليه الناس، تلاحقت عليه وتكلف عنه لا يجيب لها السلاح هو الهاشمي، شات معه رجلية لا يجيب السلاح مدافع من الطنطا. Voici Ifni, l'enclave espagnole du Maroc qui subit depuis des semaines les assauts des troupes irrégulières marocaines. À bord d'un avion militaire, les délégués de l'état-major espagnol ont rendu visite aux troupes encerclées dont le ravitaillement ne peut plus être désormais assuré que par mer. صبحت الفرقة ديالنا أقوى فرقة، لأنه فيه الناس سميتو ملي كانوا وصلوا شي بلاصة كنلقاو الناس مسلحين بعد القبائل تينضموا لينا. أنا هو وهذا الحسين البعمراني، هذا الوالي ولد بوبيت، الشيخ كبير ديال العروسيين الشرفة، هذا محمد ولد عبد الباقي من ولاد درارين ومن سميتو فقيه وعالم كبير وحتى هو من الناس ديالنا. هذا سميتو محمد ولد زيو معروف، محمد ولد زيو من الرقيبات سواد، والرجل شجيع وسميتو كان معنا الله، حتى هو ما عرف واش ديك الجهه ولا لا. وهادو كاملين اغلبيه ديالهم شي من ايت الحسن، شي من اليمين، وشي من على الشيخ من العينين، وشو فهمتي؟ كل هادو كاين الاخرين، هادو اغلبيه ديالهم راه شي جوج راهم في ديك الجهه، فهمتوا ولا ثلاثه، الله يهديهم الله يجيبوا.
في يناير من العام 1957 توجهت فرقة تابعة لجيش التحرير في الجنوب نحو الساقية الحمراء، فحررت السمارة وبئر زران وأوسرد ووصلت حتى مدخل الأدرار الموريتاني. Le seul moyen qu'avait Jaish Tahrir pour mobiliser, je parle encore une fois du haut commandement de Jaish Tahrir, pour mobiliser les tribus, c'était de revendiquer le djihad au nom du sultan. Et ils ne savaient pas que ce haut commandement allait vouloir imposer une restructuration de l'ensemble, je veux dire, notamment sur le plan d'organisation militaire, sur le plan de l'imposition d'une autorité centralisatrice au Sahara, notamment en imposant des prises en charge alimentaires et en imposant une restructuration de la notion politique, en voulant même juger ce qu'ils appellent les traîtres. كانت الانتصارات المتوالية لجيش التحرير بالجنوب مصدر قوة إضافية له، غير أن ثلثا من المنتسبين إليه استغلوا الوضع وارتكبوا تجاوزات قوبلت بتنديد الساكنة والقيادة العليا للجيش نفسها. جيش التحرير ما عندوش مصادر التمويل. المصادر الأولى اللي كانت هو جات من ممتلكات ولا أموال ديال الخونة اللي تعاونوا مع الاستعمار، اعتقلوهم في جيش التحرير، وبالخصوص الخلفان ديال القلاوي ولا البشوات في هذيك المناطق، خذوا منهم إمكانيات وخذوا منهم أتات مسائل. واخا كاين تصرف في ديك الساعة ما كانتش عادية، ما قبلناهاش. كلفوني باش نحل المشكل، لأن كاين بعض التصرفات ماشي طبيعية تيقوموا بها بعض العناصر الجيش التحرير، ماشي في تعدي، باش نوقف هذه الجوانب هذه. تسارعت الأحداث ولم يبق تحت السيطرة الإسبانية سوى الساحل الأطلسي، أما القتلى في صفوفهم فكانوا بالعشرات. صورة تنضاف إليها أخرى وصول فيالق جيش التحرير بالجنوب حتى بوابة موريتانيا، عوامل ساعدت مخاوف فرنسا فغذت فكرة تحالف فرنسي إسباني. La France a commencé à comprendre à l'époque la nécessité pour elle, notamment les décideurs tels que Mitterrand, Guy Mollet, Jacques Chaban-Delmas, etc., avaient commencé à comprendre la nécessité pour eux de rentrer en alliance avec l'Espagne franquiste. Le souci majeur, c'était que pour des raisons politiques, on ne pouvait pas afficher une alliance avec le franquisme. Et du coup, il fallait négocier d'une manière assez délicate, secrète, et faire en sorte qu'une alliance militaire puisse envisager une opération militaire combinée entre la France et l'Espagne pour attaquer la résistance جهاديا de جيش التحرير. في الحرب مع اسبانيا كان جيش التحرير حقق انتصار، كيف قلت لك في الصحراء المغربيه طائفه تحررت، السمارة تحررت، أوسرد كذلك الجيش المغربي اللي كان في الجيش الاسباني التحق بجيش التحرير. هنا في هذه الفتره كاش كان ديك الساعه اتفاق ما بين اسبانيا والفرنسيس باش ينظموا الهجوم المشترك اللي مسمى مكنسه كوفيو. في سرية بالغة اتفقت فرنسا وإسبانيا على تنسيق تحركات جيشيهما بغرض واحد، هو القضاء على جيش التحرير. تحالف أملته المرحلة، والشريكان الاستعماريان العدوان في المنطقة أضحى لهما هدف مشترك سخر له كل الإمكانات. جاونا نصارى في بلاصة هذه هي في الحدود، ما قرب الحدود ما بين نحن وموريتان، بلاصة معروفة عندنا نقولها الغيوان. وجاو هما محماسين انهم دايرينهم على اخلاقهم، عندهم لهي ذيك الناس غير يروعوها وانهم يجوروا هذه الناس من هنا وذيك الناس قاعد يترندى لهم. هذا ما خلق، هم فيهم الزايد وحنا ما عندنا زايد من البلد، ولا تمويل سلاح ولا هي، هم اللي تجيهم المعونه من كل جهه والطيار معاهم يخبطوا من فوق، وهم يديروا الزحف شغل كديه من كل بلد، انهم ربوها وطوفوا عنهم. اللي لحق بينا رانا نتخابطوا معاه واللي ما لحق بينا يدبر راسه. أنهكت فرق جيش التحرير بالجنوب وهلك الكثيرون.
وتراجع آخرون تاركين السلاح والعتاد. وهكذا نجح الإسبان في إعادة احتلال بئر زران وأوسرد. النيران الفرنسية والإسبانية ألحقت الكثير من الأدب جيش التحرير. هنا الملك الراحل محمد الخامس يصافح الأسرى الإسبان قبل عودتهم إلى مدريد، والمغرب تسلم هو الآخر أسره. قالوا لي صبرين، احنا مستعدين نتنازلوا على الساقية الحمراء وواد الذهب مقابل تنازلوا لنا على سبتة ومليلية كجيش التحرير. جاوبناهم قلت لهم احنا لأن قالوا الساقية الحمراء وواد الذهب هي تعتبر تحت السيادة إسبانيا. إلا تنازلنا لكم على هذا الشيء خصنا كيفاش نفرغوا عند الشعب الإسباني. قلنا لهم حتى احنا نفس الشكل هذا يكون عندنا، إلا تنازلنا لكم على السبتة ما عندنا صلاحيات، خص الشعب المغربي يتنازل عليها، ولكن كل ما غادي نتفقوا ما نهاجموكمش، المشكل نحلوه عن طريق المفاوضات. فتحوا المفاوضات مع الحكومة المغربية وكانت بدات الحوارات، ولكن توقف هذاك الشيء من طرف الدولة. L'Espagne ne pouvait pas céder facilement le Sahara moyennant une contrepartie sur Ceuta et Melilla qui, elle, ne pose pas de problème. Ceuta et Melilla n'ont jamais posé de problème à l'Espagne parce que sa présence sur place remonte à très loin. Effectivement, les Espagnols ne croyaient pas réellement à leur présence au Sahara et savaient pertinemment qu'un jour ou l'autre serait délogé. Mais pas à ce prix. C'est à partir de ce moment, quand l'armée de libération a commencé l'épisode qu'on connaît avec la répression de l'opération Écouvillon et tout ça, que l'Espagne a décidé de convertir le Sahara et Ifni dans des provinces espagnoles. في هذه الفترة أصبحت الصحراء تابعة لرئاسة القيادة العسكرية للكناري. منحت شخصية محلية بممثلين داخل الكورتيس البرلمان الإسباني، يحضر جلساته أعيان القبائل الصحراوية كخاطر ولد سعيد الجماني. La monarchie doit répondre aux exigences de la France et de l'Espagne qui font pression chacune par ses moyens, bien sûr, qui sont variés. Alors, dans cette situation-là, la responsabilité est partagée entre la France, l'Espagne, le palais, le haut commandement de l'armée de libération et le mouvement national qui, lui, il a des exigences. Dans cette situation, il était vraiment très difficile de pouvoir décrocher des acquis dans le cadre des négociations pour l'indépendance. Le drame du Maroc, c'est que lorsqu'il a été colonisé, il n'a pas eu affaire à un seul colonisateur. Nous avons été colonisés par deux colonisateurs, les Espagnols et les Français. Si nous avions eu la chance d'en avoir qu'un, nous aurions soldé de tout compte notre affaire du nord au sud. Malheureusement, il nous a fallu négocier le protectorat français, ensuite le protectorat espagnol sur la zone nord, par la suite enlever à Tanger son statut international pour la souveraineté marocaine. En quatrième lieu, il nous a fallu redescendre sur Tarfaya morceau par morceau, parce que comme vous connaissez, le général Franco était un homme très dur à la compréhension de la décolonisation. عادت إسبانيا لتعزز وجودها العسكري في سيدي إفني وفي الصحراء. أسست لتقسيم إداري وسياسي واجتماعي يتماشى وطموحاتها الاستعمارية. في العام 1963 أجريت انتخابات صحراوية لاختيار الجماعة، وهو مجلس بلا سلطة ولا اختصاصات. Hay una ruptura con la división administrativa en el Sahara y una ruptura total con el norte, con su historia, con la continuidad. El colonialismo va a traer una desestructuración total política y social.
إسبانيا أعدت العدة للبقاء، نصبت إداراتها وأنشأت محطاتها الإذاعية من أجل الدعاية، وأقامت مدارسها لاستلاب عقول الأطفال الصحراويين وتشريبهم قيم الانفصال. On a fait toute une action pour argumenter une identité très particulière. Évidemment, l'identité espagnole était très difficile de recréer, mais une identité locale, basée dans des spécificités culturelles, religieuses, tribales, ethniques, folkloriques des Sahraouis et Bamrani à Ifni, a été construite un peu, reconstruite à partir des données réelles, mais reconstruite avec autour l'hostilité envers le Maroc. في العام 1963 ستأخذ الأحداث منعطفا آخر، فالترسيم الجائر للحدود المغربية الجزائرية الموروث عن فرنسا تسبب في نشوب حرب الرمال. بدت الجزائر وكأنها نسيت أو تناست وعودها للمغرب قبل استقلالها بإجراء مفاوضات مباشرة معه بشأن ترسيم الحدود، وفي الأثناء توالت تحركات المغرب لإسماع صوته، فكان أن توجهت عدة وفود بانتظام إلى نيويورك. أول وفد خرجت له 66 في الأمم المتحدة. احنا وفد خرجنا من 4 كان دافع عن القضية الوطنية، ولكن شنو كان المطروح هذيك الساعة؟ هذا هو المهم. المطروح هو المغرب وإسبانيا في الأمم المتحدة. ناط دول عدم الانحياز والكتله الافريقيه قدموا وثيقه يقولوا ان يجب على اسبانيا تصرف التفاوض مع المغرب بحضور الدول المهتمه اي الجزائر وموريتانيا. لازم مندوب الجزائر، وهذه وثيقه مهمه مع الاسف لابد الدوله تبحث عنها تثبتها. مندوب الجزائر بدل من مهتم قال انا معني، احنا معنيين. Naturellement, l'Algérie a pris des positions, a cassé les pactes qu'il y avait avec Ouldada et Hassan II, et tout a changé à partir de 1974. Le président Boumedienne, au nom de l'Algérie, a dit pour moi, il n'y a pas de problème du Sahara. L'Algérie ne considère cette affaire comme étant maroco-mauritanienne, sans plus ni moins. Et puis par la suite, naturellement, les événements, le gouvernement algérien et les dirigeants algériens ont commencé à sortir la thèse. C'est une affaire d'autodétermination. Ces gens-là, les Sahraouis, sont nos voisins. Ce sont des musulmans. C'est un peuple arabe. Nous ne pouvons pas parler du droit du peuple vietnamien à l'autodétermination alors qu'il se trouve à 10 000 kilomètres et ne pas nous intéresser à cette même volonté qui est le désir le plus ardent de ces populations que vous appelez marocaines et que nous considérons comme Sahraouis. Et de là est partie à mon avis, c'est l'escroquerie du siècle. الجزائر تدعي ألا دخل لها بمسألة الصحراء، لكن تصرفاتها وسلوكها ينطقان بعكس ذلك. الجزائر ما عندها حتى طلب، رغم هذه عامين وإحنا نتكلم والناس مازالوا يفسروا الخلفيات نتاعنا كأننا احنا ما نعرفش نهضروا، ما نعرفش نتكلم، بأننا باغيين نخرج الحديد نتاعنا، ماناش الحديد تاع غرج بلاد ماناش قادرين نخرجوه على الشمالي، خاصنا نخرجوه على الصحراء، بأننا باغيين ممر، بأننا باغيين الفوسفات. L'Algérie avait des ambitions grandioses, notamment sur le plan économique, sur le plan expansionniste dans l'Ouest africain, la sidérurgie de Skikda à Naba qui était quand même assez prometteuse pour l'Algérie à l'époque, la position de l'Algérie au sein des non-alignés, qui était un État progressiste, bien vu par le tiers-monde, etc., et qui était sur une position je dirais expansionniste, agressive, avec un ministre des Affaires étrangères très jeune et très dynamique et aussi très agressif, qui était l'actuel président Bouteflika. Et par conséquent,
l'Algérie pouvait être ambitieuse et vouloir accaparer le leadership sur la région. Et du coup, elle pouvait se permettre le luxe de soutenir, d'abord elle a soutenu le Morhab, qui est une association, et puis elle a vu, voyant que ce n'était pas consistant, elle a fini par soutenir le Polisario lorsque le Polisario a fait ses preuves. ازدواجية الخطاب لم تعمر طويلا، فالرئيس الجزائري في نهاية المطاف أظهر دعما صريحا وواضحا للحركة الانفصالية، وأعضاء النواة التأسيسية الأولى لبوليساريو سيتم احتضانهم وإيواؤهم ودعمهم بالمال والسلاح من قبل الجزائر. في المقابل تحولت الأناشيد الحماسية والثورية للحركة الانفصالية التي ولدت لتوها، تحولت لتهتف باسم بومدين. هذه الصورة ديال طلبة ديال الصحراويين اللي جبتهم أنا ومجموعة في 57، واللي منهم فيه بيد الله، وفيهم كذلك الناس اللي مشاو قادة بوليساريو. آنذاك كنا أخذنا لهم دار هنا في الدار البيضاء، دار التلزاني، دخلناهم المدرسة المحمدية، هادشي في 57، وفيهم اللي خدا الإجازة، وفيهم اللي اسمه دخل الشبيبة المغربية ولا دخل الأحزاب السياسية. ولكن في الفترة بعد السبعينات كان عندهم اللي يفكر باش يمشي يكافح من أجل تحرير الصحراء كمغربية، ما لقاوش دعم، بل بالعكس فيهم الناس اللي مشاو ملي قرروا يمشيو لتما قبطوهم في طنطا ديك الساعة وفقير، تكرفسوا عليهم وعذبوهم. وهذه السبب اللي جعلت واحد العدد مشاو اما لموريتانيا وما مشاو لتيندوف ديك الساعه باش استغلوها الاخوه الجزائريين وباش تكون بوليساريو. Et justement à cause de la dictature de Oufkir et de l'état d'exception et de la répression contre les mouvements de la gauche, se produisait une évolution de certaines gauches vers le maoïsme et des théories révolutionnaires qui parlaient du besoin de créer 1, 2, 3 plus Vietnam dans le monde, et donc pourquoi pas convertir le Sahara aussi dans un autre Vietnam, et profiter de la décolonisation pour créer un nouveau Vietnam, un nouveau foyer de conflit contre l'impérialisme. Et c'est là où le groupe de Hilal Hammam a eu des contacts avec El Wali et d'autres jeunes de l'époque. كانت مرامي هذا الشاب الطالب بكلية الحقوق تنحصر أساسا في تحرير الصحراء واستعادتها إلى الوطن المغرب. في ماي من العام 1973 سيعلن رسميا رفقة مجموعة من الشباب الصحراوي تأسيس بوليساريو. Se mobiliser corps et âme pour susciter l'intérêt des décideurs marocains arabes pour aller s'insérer dans la société sahraoui en vue de libérer le Sahara de l'Espagne durant les années 60 et 70, au début des années 70. Elle était sincère. Elle était sincère. Elle était sincère et en cela, il faisait de son mieux pour que les choses soient réglées dans le cadre national, le cadre du Maroc. في الرباط تزعزع الوضع واستشعرت حالة من الضعف والارتباك غداة المحاولتين الانقلابيتين لعامي 1971 و 1972.
لحظات عصيبة تصاعد فيها القمع واتسعت فيها دوائر الشكوك خاصة في أوساط الطلبة. وفي هذا الخضم أيضا كان موقف الطبقة السياسية مخيبا للآمال. أما في الصحراء المحتلة فالمظاهرات ضد الإسبان تم قمعها بعنف كما اعتقل المئات. وفي غمرة هذه الظروف سيلقى محمد البصيري مؤسس حركة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب حتفه داخل زنزانته جراء التعذيب. السيد لولي سيربط الاتصال رفقة أصدقاء له بالعقيد الشاب معمر القذافي الذي سيقدم لهم شتى أنواع المساعدات قبل أن تتلقفهم الجزائر بشكل نهائي. أما في مدريد فقد اقتربت ساعة رحيل فرانكو. وفي 1974 المغرب سيطلب تحكيم محكمة العدل الدولية بلاهاي. Je fais à l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui et à l'Espagne par contre-coup la proposition suivante. Vous prétendez, gouvernement espagnol, que le Sahara était res nullius. Vous prétendez que c'était une terre ou un bien qui était en déshérence. Vous prétendez qu'il n'y avait aucun pouvoir ni aucune administration établie sur le Sahara. Le Maroc prétend le contraire. Alors nous demandons l'arbitrage de la Cour internationale de justice de l'Haye. طوال شهرين احتضنت لاهاي جلسات ماراثونية كان المغرب ممثلا فيها بوفد من 5 أعضاء ضمنهم إدريس لاوي الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة آنذاك. في 16 من شهر أكتوبر من العام 1975 أصدرت المحكمة رأيها الاستشاري. اعترفت بأن الصحراء الغربية لم تكن أرضا خلاء قبل احتلالها من لدن إسبانيا. واعترفت أيضا بأن هناك روابط قانونية وعلاقات بيعة مع المملكة المغربية وموريتانيا.頼まれていないことをやったという点で間違ってて、それは質問の第一番は無手地かどうかということだったのです。それで答えは無手地ではないという答えだったので、したがってどこに主権があるかだけが問題になったはずなのに、西サハラの自決権の問題に言及したというのが2番目の間違いです。3番目の間違いは自決権の主体の人民という言葉が定義されていなかったのにそれを適用したということが3番目の間違いです。で4番目の間違いはそれに関わって西サハラ人民の自由なまた純粋な意志を確かめるべきだというふうに勧告的意見の中で結論付けているところが間違いなのです。つまりそれも国連総会に依頼された問題ではなかった。その時には確かにモロッコの歴史についての研究も十分ではなかったし、本当はあった資料も十分に生かされなかったということが一つの原因だったと思いますし、もう一つの原因は当時はまだ冷戦の最中で冷戦構造の枠に入ってこない問題というのは基本的に国際社会は重大な問題として捉えなかったということもあったのではないかと思います。Le droit international est une science qui n'est pas mûre. C'est une science qui souffre de lacunes énormes. Il lui échappe la dimension anthropologique. C'est un droit
qui ne traite qu'avec les États et les fronts de libération et ne traite pas avec les populations, avec les individus, avec les tribus, avec tout ce qui a une valeur propre. القانون الوضعي هو اللي يجب أن يتكيف في نظري، هو اللي يجب أن يتكيف مع هذه الخصوصيات ديال الشعوب، ماشي يطبق عليها قوانين اللي نابعة من واقع آخر، واقع الدولة كما ظهرت في المجتمعات الغربية، الأرض وسكان ومحدودة إلى غير ذلك. نحن هنا أمام مجتمعات رحالة ما عندهاش الحدود أصلا. استخفاف المحكمة خدم بشكل كبير مناورات الجزائر، فقضاة لاهاي بتجاوزهم لاختصاصاتهم منحوا الجزائر وبيادقها فرصة ثمينة للقفز على مبدأ تقرير المصير، غير أن المغرب حصل في المقابل على حقه المشروع، فالصحراء بالفعل لم تك قط أرضا خلاء، والروابط موجودة، وإن قطع أوصالها المستعمر الإسباني فهي لم تتوقف أبدا. إعلان المسيرة الخضراء من طرف الملك الراحل الحسن الثاني كان أكبر برهان على ثبوت هذه الروابط في أعين المنتظم الدولي، حقيقة أثارت غيظ وحقد العسكر الحاكم في الجزائر، وجاء الرد قويا تمثل في طرد 350 ألف مغربي استقروا هناك لعقود. حتمية رحيل إسبانيا عن الصحراء جعلتها تبحث بكل الوسائل لضمان استمرار بسط نفوذها، ولو كلفها ذلك خلق دويلة بالمنطقة. L'Espagne a changé complètement de position. Il plaidait réellement et totalement pour la création d'un État indépendant ou, à la limite, d'une région autonome au sein du front au sein de l'Espagne. Chose que le Maroc avait compris. Le Maroc n'avait pas les moyens d'imposer sa politique à l'Espagne, mais il avait un allié sûr qui était les États-Unis et la France. Et ce sont ces deux-là qui ont tranché dans l'affaire du Sahara, profitant bien sûr de la situation où Franco était agonisant pour imposer les accords de Madrid. في الشمال المغرب يسترجع ثلثي أراضيه المحتلة من طرف الإسبان، فيما تم إلحاق الثلث الآخر جنوبا بموريتانيا. في 14 من شهر نوفمبر من العام 1975 حصل الاتفاق في مدريد. شهدت إسبانيا انهيار طموحاتها في الوقت الذي أوشك فيه الجنرال فرانكو على النهاية، كما أوشكت أحلامه هي الأخرى على التلاشي. وما هي إلا أيام معدودات حتى غادر الصحراء آخر الجنود بعد 109 أعوام من الاحتلال. وما كاد يرفع العلم المغربي حتى هبت رياح التهديد من جديد، لكن مصدر الخطر هذه المرة كان تندوف. التاريخ يعيد نفسه، لم يشفع للمغرب لا قرار محكمة العدل الدولية ولا اتفاقية مدريد ولا حتى اعتراف القوى العظمى بمشروعية حقه. أطماع الجزائر ظلت كما هي، بالرغم من أن التصريحات لا تمت إطلاقا بصلة إلى الواقع. المغرب يطالب بالصحراء وموريتانيا تطالب بالصحراء والجزائر لا تطالب بالصحراء. الجزائر ما عندها حتى مرة. اللي بغى سيدي علي بوغالم يبغى يبقى لاشو. حنا بغينا الصحراء، ولكن خصنا نعرفوا متاعبها ومشاكلها. كثيرة هي التضحيات وعميقة هي الجراح والآلام التي خلفتها حرب استنزافية بلا معنى، ستنتهي ميدانيا مع إعلان وقف إطلاق النار في شتنبر من العام 1991. هدنة زائفة أفرزت نوعا جديدا من أنواع الحروب والمعاناة. آلاف المحتجزين داخل المخيمات فوق التراب الجزائري هم حبيسو إيديولوجية الأوهام التي تدحضها الحقائق، حقائق الروابط بين هؤلاء وذويهم داخل المغرب.